بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعي قناة MH ستاديوم، أهلا بكم. تدرس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد ضخ ميزانية التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022. بعد دخول هذه الميزانية إلى حساب الجامعة، ستعمل على دراسة مشروع إعادة هيكلة ملعب مولاي الحسن الخاص بالفتح الرباطي. وقد تقررت الجامعة الملكية المغربية بإعادة تأهيل هذا الملعب بإضافة المدرجات التي يمكن أن تستوعب أكثر من 30 ألف متفرج، وإعادة والحواجز، بناء سقف جديد للملعب وتسقيفه كاملا بمنحة تقدر 25 مليار سنتيم.